اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شخباركم؟ طبعا مشتاقة لكم كلش هواية، واليوم جيتكم بفيديو منوع إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، إن شاء الله تقضون أوقات حلوة برفقتي. طبعا فيديو اليوم راح فيديو منوع، راح أشارككم بهذا يومي وبشنو بكل شي راح نسوي. راح أصوره لكم. طبعا هنا تقريبا قعدنا الساعة 8 الصبح على مود نروح نسوي جنسية البنوتي، لأن لحد الآن كنا ما نطلع لها جنسية لأن كانت ما تفتهم وما تنتبه للكاميرا. فاليوم قررنا رحنا نسوي لها جنسية، فراح أصور لكم كل شي راح نسوي. وطبعا كالعادة أنا أبدي أصور أو أمنتج الفيديو، أطفالي يجون يمي وتبدي طلباتهم اللي ما تخلص. المهم بنات، فهنا أنا شاركتكم بالطريقة. هنا تقريبا وصلنا للدائرة. طبعا أطفالي وزوجي وبنوتي همين. فهنا أنا راح ندخل، راح أصور لكم هيك جزء بسيط من الدائرة، وراح نسوي المعاملة ونشوف بعدها شنو نسوي. طبعا الدائرة مالتنا وين؟ بضرب زرباطية. فاليوم شنو راح نسوي؟ راح طبنا هنا الدائرة وقلت لكم حنسوي جنسية البنوتي، فصورت لكم هيك أجواء من المكان اللي رحنا له. المهم بنات، هنا طبينا للدائرة. ها هي الدائرة على مود نسوي جنسية. تعرفون بعد المعاملة وهاي واحد لازم يقعد ويروح من الصبح. المهم فصورت لكم هيك أجواء بسيطة. طبعنا على الدائرة وأخذنا هاي الاستمارة على مود نمليها ونخلي المعلومات بها. وطبعا بالقوة وقفنا زوزة على مود تاخذ صورة. تعرفون بعدها صغيرة، فبالقوة وقفناها على مود الصورة. فهنا جاي ننتظر، أخذنا لها صورة وطلعت أنا هنا انتظر على ما زوجي يكمل. فشوفون أنا هنا ملبستها غديفة الصبح بنات، شوية بعد الجو بارد، يعني صحيح كسر الجو بس مو كلش. المهم هسه راح نكمل معاملتنا وبعدها نشوف شنو نسوي. طبعا هنا بعد ما كملنا المعاملة عفت زوجي جوا، وأني طلعت أنا والأطفال طلعت شوية برا أفرر الجهال وأغير لهم شوية جو. فهنا أنا قلت خلي هاي مادام هيك أجواء حلوة خلي أسوي جلسات تصوير الزوزة وأصور لها هيك كم صورة حلوة يبقى للذكرى. شوفوا بنات ما شاء الله الأجواء كلش حلوة. هنا هذول أطفالي الكبار وبنوتي الصغيرة هنا عبالهم هنا أخذ لهم صورة فهو فيديو. هسه هنا أنا راح أسوي جلسة تصوير البنوتي. بعد ما راح نسوي جلسة التصوير نخلص. طبعا هنا خلصنا وراح نطلع الحمد لله والشكر. كملنا المعاملة كلها. قالوا إن شاء الله 6 أشهر هيجي يلا تطلع. المهم بعد ما كملنا هنا راجعين للبيت، وراح أشارككم شنو نسوي بالبيت وش راح نسوي بهذا الفيديو. إذا كنتوا أول مرة تشوفون قناتي، أنا قناة أختكم وصديقتكم أم مهدي للطبخ والترتيب. أتمنى تخلونا لايك للفيديو وتخلونا اشتراك للقناة وتشاركونا الفيديو بين أهلكم وأحبابكم، وأنا أكون جدا ممنونة لكم فضلا وليس أمرا. بدعمكم تستمر القناة حبيباتي. طبعا حبيت هيك أصور لكم إحنا وراجعين بالطريق أشياء بسيطة وجزء من الأجواء هاي اللي برا. حاليا الأجواء بنات تخبر ربيعية كلش حلوة. طبعا هنا رجعنا البيت، قربنا نوصل على البيت، فإحنا وراجعين صورت لكم هيك شوية من الخضار. تعرفون هاي الأجواء كلش تفتح النفس، ودائما أحب أصور لكم الطبيعة. فهنا رجعنا للبيت. كنت أنا مسوية عشاء البارحة، عندي باقي أكل من البارحة، تمن وفاصوليا وسويت زلاطة وخير من الله. هذا هو قدانا وسهمنا وسهمكم مليون عافية. بعد ما تغدينا وغسلت المواعين وارتاحينا، الأطفال رادوا كيكة، فقلت خلي أسوي لهم كيكة ما دام ما عندي شي. فراح أسوي لهم كيكة عادية بس كلش طيبة بنات، ما أسولف لكم عن النكهة وعن الطعم. ضفت 4 بيضات. راح اضيف المواد كلها. يلا اخلط انتو بكيفكم شلون تحبون تسوون الكيكة. هاي الكيكة تصير حجمها وسط، لا كلش كبيرة ولا كلش صغيرة. اضيف برش ليمون. هذا البرش مالت الليمون راح يقتل الزفرة تماما مالت البيض، للي ما يحبون البيض ويعانون من زفرة البيض. الخل الابيض والليمون راح يقتل الزفرة تماما وراح يخلي الكيكة طرية او نفشة وكلش طيبة. بعدها راح اضيفن 1.5 كوب من السكر.
طبعا دائما المقدار كل المقادير التزموا بها راح تطلع عندكم كيكة كلش مضبوطة. هاي المقادير أنا معتمدتها بكل وصفاتي للكيك. ضفت شوية خل أبيض، ضفت هنا نص كوب من الزيت، وبعد ما ضفت نص كوب من الزيت راح أضيف كوب ونص من المي تقريب، أي كوب ونص من المي. بعد ما ضفت كوب ونص من المي هسه راح أبدي أخلط بها، أخلط كل زين لحد ما أجانس كل المكونات. طبعا كنت أنا بالبداية أخلط السكر أو البياض سوية، بس هالمرة قلت لا على السرعة، ما دام بنوتي كانت نايمة خلي بسرعة بسرعة أسوي لهم كيكة. المهم راح أخلط كل زين وبعدها مكملين بالطريقة. راح أضيفين حليب، حليب بودر ما عندي اليوم، ضفت هذا الحليب النيدو اللي هو جاي أستخدمه لأطفالي، فضفت 3 خواشيق من الحليب، أي حليب بودر متوفر عندكم. وضفت هيل، وضفت شوية رشة ملح، وضفت نكهة فانيلا، أو نكهة فانيلا ونكهة جوز الهند. هاي النكهات بنات كلش طيبة. ضفت من كل شي شوية شوية. دائما إذا عندكم أكثر من نكهة خبطهم أكثر من نكهة سوية يطلع الطعم فد شي. المهم بنات أرجع نخلط 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 لحد ما أجانس كل المكونات، وبعدها أكيد مكملين بالطريقة. شنو راح أسوي؟ آخر شي بنات راح أضيف رشة من الملح، ضروري تكون بالمعجنات عندنا رشة من الملح على مود تعادل لنا النكهات، يعني تصير الطعم معتدل. المهم هسه راح أبدي أضيف الطحين. شنو الطحين اللي أستخدمه؟ طحين فاخر، انتو أي طحين تحبون تستخدمونه هذا الشي راجع لكم، وطبعا هو أي طحين صفر يدي بالقرض. المهم راح أضيف الكوب الأول، وبعدها راح أضيف الكوب الثاني. وبنات دائما من تسوون كيكة أو أي شي نفس الكوب اللي تقيسون بيه قيسوا بيه كل المواد. فهنا أنا شنو راح أسوي؟ راح أضيف الكوب الثاني، أو راح أضيف الكوب الثالث، أو راح أضيف الكوب الرابع. بنات هاي الكيكة كلش حجمها حلو مناسب. بعد ما راح أضيف الكوب الرابع راح أرجع أخلط كل زين. بهاي الأثناء شنو أسوي؟ بهاي الأثناء أجيب ظرفين من البيكنج باودر. دائما أخلي بالكيكة مالتي ظرفين من البيكنج باودر، انتو تردون ظرف تردون 3 حسب الكيكة مالتكم. المهم بنات بعد ما ضفت البيكنج باودر هسه راح أجانس كل المكونات، أو بهاي الأثناء أحضر القالب. طبعا بالبداية أخلط على كيف على مود الطحين لي الطاير. بهاي الأثناء أحضر القالب. دائما القالب أنا ما أمسحه بالزيت والطحين، لا، القالب دائما أخليه له راشي بنات، تطلع الكيكة ترفة وهشة، وماكو طحين جواها يحترق وتطلع من جوا كلش منظرها حلو. بهاي الأثناء راح أروح أشعل الفرن على درجة حرارة وسط، أخلي الصينية على الرف الوسط، أو تقريبا أول 15 دقيقة نهائيا ما أفتح الفرن. بعد مرور 15 دقيقة يلا أفتح الفرن. شوفوا لي بنات دهنيت القالب بالراشي، يطلع الطعم فد شي طيب ومميز. هذا هو حجم القالب مالتي، لا كلش كبير ولا كلش صغير. فراح أضيف الخليط. الخليط تردون تقسمونه إلى قسمين، تسوون قسم بكاكاو وقسم بدون كاكاو. فأني راح أخذ قسم من الخليط وأضيف له خاشوقة نوتيلا أو خاشوقة كاكاو شنو متوفر عندكم، وأخليها بهذا الشكل على مود تصير داخل الكيكة كأنها محشية. شوفوا بنات. وأكيد نجيب عود أسنان أو سكينة رفيعة، أي شي عندكم متوفر يمك. بهذا الشكل نبدي نرسم بيها، نسويها على شكل وردة، هيك حركات بسيطة تطلع عندنا شكل كلش حلو. هسه ندخلها للفرن مدة تقريب 45 دقيقة. من تستوي تماما يلا اشعل الفرن من فوق، افحصها بعود الاسنان مستوية لولا. طبعا هنا انا فحصتها بعود الاسنان وطلعت مستوية. شوفوا ارتفاع الكيكة. فهسه شنو راح اسوي؟ طبعا بالفيديوهات السابقة وحدة من البنات قالت انت وين لاقيه هالكلاوات؟ غير من تقلبين الكيكة تقصينها على مود نشوفها. هسه احنا شمدرينا زينة ومو زينة، أنا ما أسوي شي ويخرب. المهم بنات اليوم حقصلكم الكيكة من الداخل وراويكم الترافة مالتها والهشاشة. عبالة كيكة اسفنجية، شوفوا لي بنات شقد حلوة. فسويتها للعصرونية أو للعصرية، تعرفون بعد النهار طول. فآخر شي بعد ما كملت تنظيف وسويت كيك وغسلت مواعين قلت خليه أبخر البيت. شوفوا بنات البخور بهاي المبخرة مالتي الكيوت. هاي المبخرة أم الرموش حاليا موجودة عندي، مسوية عليها تخفيضات
موجودة بالبيج مالتي. اللي تحب بنات أضيفها للواتساب مالتي راح أخلي لها الجروب بصندوق الوصف وأول تعليق. اللي تحب تدخل الجروب، جروب كله بنات، أو أكثر شي بمتابعاتي، أنشر بيه تخفيضات، أنشر بيه بضاعتي. اللي تحب تدخل أشرف بيها وعلى راسي. طبعا هنا أنا راح أبخر البيت. هاي المبخرة الكيوت شوفوها شكلها رمضاني. هاي المبخرة حاليا عليها تخفيضات، صارت ب7 وبس، وكمية كلش محدودة. وعندي مباخر ملكية هم جبتهن لكم، هسه هم أراويهن لكم. همين سعرهن كلش حلو ويفيدن العرايس. تعرفون منا وهيجي بعد راح تصير أعراس، تصير مناسبات حلوة، بما إنه الجو كلش صار حلو. فهسه هنا شنو دائما من نريد أبخر أفتح القرآن، وبعدها أفتح البيبان وأبخر البيت. بالنسبة لفراش الشتاء أنا بعدني ما شايلته، لأن خاف تجينا بردة على مود أطفالي. بنات شوفوا هذا الجمال والكيات اللي تبخر، اللي العفو توفر عندي. هاي المباخر الكيوت. هاي المبخرة كانت سعرها 20,000، حاليا المبخرة سعرها 12,000 وبس، حصرا المتابعاتي. متوفرة باللون الأسود والماروني، وأعتقد بقت قطعة وحدة بيجية. شوفوا لي بنات الألوان مالتها والنزاكة مالتها، فد شي راقي ومرتب وتفيد كهدية. وهسه احنا مقبلين على عيد الأم، وإن شاء الله حسوي لكم هدايا على عيد الأم. هدايا أو ماكو أحلى من الأم، والأم مستحيل لو نهديها كنوز الدنيا كلها ما راح نتعوضها. المهم وصلتني كمية من البخور لبان الذكر للعين والحسد والرزق، ووصلني الصندل اللي مخمر بعطور زيتية فرنسية. العطور مالتهم كلش طيبة وهادئة. بنات علبتين بخور زائد مبخرة زائد فحم ب25,000 حصرا المتابعيني. طبعا هنا أنا بديت أجهز طلبية زبونتي من الناصرية، رادت سيروم الشعر، ورادت مسكتوت، ورادت عطر بيبي باودر للشعر، ورادت همين طبعا زبوناتي الدائميات ذلي دائما يشترون من يمي. ورادت عرض المسكات 20 ماسك ب5,000. ورادت هاي المبخرة، شوفوا لي الجمال، شوفوا لي النزاكة. هاي المبخرة ب15,000 وبس. ورادت بخور لبان الذكر للعين للحسد للرزق. واني خليت لها هاي الفرشة هدية مالت الماسك. وبالعافية على زبونتي. وهنا حقولكم مع السلامة، باي باي.